الحاجة اللي احنا جهزناها. فحبيت اشارككم معايا، هو محدش يعني بصور خيبته يعني، فنسيت اصور لكم الكنافة وهي محروقة. فقدر الله ما شاء فعل. نتعلم ايه؟ احنا كل حاجة بنتعلم منها يعني، خلاص الدنيا مش هتقف عند حاجة. يعني انا اتعلمت بعد كده ان انا اما اكون مشغلة الفرن على حاجة اكون منتبهة للحاجة اللي في الفرن، مفيش حاجة تشغلني عنها. لكن الحمد لله حصل ودرس واتعلمنا منه. وتعالوا بقى، كنت هنا بنضف بقى غسلت معاكم المواعين، ودخلنا بقى في تنظيف البوتاجاز زي ما انتم شايفين معايا. البوتاجاز طبعا كان متدمر، كان محتاج يعني تنظيفها جامده يعني. فانا سخنت له ميه وضفت البريل زي ما شفتوا معايا كده، وكنت بنضفه على فترات، كنت بشيل العك وبعد كده اغسله كذا مره لحد ما يوصل معايا يبقى نضيف جدا زي ما شفتوا معايا. ما بستخدمش يعني حاجة قوية يعني للتنظيف، او يعني على قد ما اقدر بحاول اقلل من استخدام اللي هي المواد الكيماوية، او زي الباور، زي الحاجات اللي ليها ريحة نفاذة، لانها بتبقى مضره على المدى البعيد. فما بتضر ايدينا، بتضر الجهاز التنفسي. فعلى قد ما تقدري حاولي الحاجات يعني اللي فيها دهون وكده تكوني ايدك فيها على طول باستمرار، علشان ما تضطريش ان انت تستخدمي حاجات من دي. فهو كان البريل بس والميه السخنه، والحمد لله كان تمام معايا، ونضفه بقى زي الفل زي ما شفتوا معايا في الصوره. وخلعت بقى اللي هي العيون، غسلتها، وكمان الشبك بتاع البوتاجاز بدات اغسله كده، طبعا بحط عليه ميه سخنه، وبرده بالسلكه والصابون والبريل والميه السخنه كله بيبقى ايه تمام وزي الفل زي ما شفتوا معايا كده. يعني الواحده بنحاول يعني ايه، كوني ايدك في المطبخ على طول، والدهون برضو اللي بتكون حوالين البوتاجاز او على الحيطه او على الازاز ايدك فيها على طول، عشان ما تضطريش زي ما قلت لك تستخدمي المواد الكيماويه الضاره دي، او حتى لو اضطرينا ان احنا نستخدمها في اضيق الحدود، يعني لو مضطرين ليها جدا يعني ومفيش حاجه الا هي. وطبعا انتوا لو بتستخدموا حاجه للتنظيف الدهون غير مثلا الحاجات الكيماويه الضاره، او لو تعرفوا وصفه او كده، يا ريت تقولوا لي في التعليقات. انا عارفه الوصفه اللي هي بتاعه البيكربونات الصوديوم، واللي هي بتاعه كربونات الصوديوم والملح والخل ان دي بتفور الدهون، احيانا بستخدمها. لكن لو حد عنده اي حاجه تانية طبعا احنا نفيد بعض يا بنات كده في التعليقات. يبقى جزاكم الله خيرا، قولوا لي تحت في التعليقات، يعني نستفيد من خبرات بعض، لعل وعسى حد يعني يديلك دعوه ويقول لك كتر خيرك والله يعني نفعتيني، انا دي ما كانتش غايبه عن بالي، انت قلتي لي عليها ونفعتني جدا. وربنا يجعلنا كده ايه نافعين لبعض. يعني والله العظيم القناه دي يعني يا بنات انا عاملاها ان احنا نساعد بعض، ونكون اصحاب، ونكون عيله واحده، ونكون اخوات دايما في الخير. اللي عندها معلومه تقول للتانيه، اللي عندها حاجه تفيد التانيه، واحنا كلنا بنستفاد من بعض. يعني مفيش حد احسن من حد. مش معنى يعني ان انا عامله قناه او بديكم نصايح او بشارك معاكم حاجه ان انا بيرفكت، لا والله. يعني انا زيكم لسه بتعلم، ولسه بستفيد، وفي حاجات بتقع مني، وفي حاجات بتغيب عني. لكن احنا دايما بنحاول نجتهد، وبنحاول نحسن من نفسنا، ونسعى ان احنا نكون افضل من نفسنا. يعني فاهمه؟ يعني ما تقارنيش نفسك بحد، ما تقارنيش بيتك بحد، ما تقارنيش حياتك بحياه حد، لان كل واحد ليه ظروفه، وكل واحد ليه ظروفه، وليه يعني ايه الحاجات اللي او لا اله الا الله، اسمها ايه، يعني المميزات اللي بتعينه ان هو يكمل يومه، او بتعينه ان هو يقضي حاجاته. فاهمين المعنى؟ يعني يا رب يعني المعنى يكون وصل لكم. كنت جايبه هنا مشتريات كوسه وبطاطس وطماطم زي ما شفتوا معايا كده، وبصل. هنعمل مع بعض ايه، صينيه كوسه وبطاطس باللحمه المفرومه. يعني هي ايه، صينيه خضار كده، او في ناس مثلا تقول عليها التورلي اللي هو مثلا بقى بالخضار، مثلا بيحطوا بقى كوسه وبسله وبطاطس وجزر، بقى فيها خضار متنوع اكتر من كده. بس انا هنا مستخدمه نوعين بس من الخضار، اللي هي الكوسه والبطاطس، وطبعا البصل والفلفل الاخضر. وكان عندي قطعه لحمه مفرومه كده، يعني ربع او اقل كمان من الربع يعني. فانا استغلته في الوصفه، يعني تعتبر وصفه اقتصاديه يا بنات. يعني احنا طبعا انا ناويه ان شاء الله اعمل لكم حلقات برضو عن التوفير، وعن الميزانيه، وعن الوصفات الاقتصاديه، وازاي ان احنا نعدي الشهر مثلا بمبلغ معين، وازاي برضو نحوش منه. فانا ان شاء الله بجهز لكم فيديوهات من النوع ده هتعجبكم جدا جدا جدا. بس وخليكم متابعين القناه ومتابعين
متابعيني. قطعت طبعا اللي حطيت البصل بتاعي وطلعت قطعه اللحمه عشان تفك مع البصل، وضفت الملح والبهارات بتاعتي وملح، يعني ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه. وبعد كده ضفت عصير الطماطم، وبعدين ضفت البطاطس والكوسه حلقات زي ما شفتوا معايا كده. هسويها، وكمان ضفت فلفل اخضر. حابينها تكون سبايسي ضيفي شطه، يا ضيفي فلفل حار. وهسيبها بقى تستوي معايا على البوتاجاز كده. وبعد ما تستوي هدخلها في الفرن تاخد وش كده حلو في الفرن. وكمان عملنا بقى رز ابيض كده بالشعريه، كان تحفه تحفه مع الاكله دي رهيب. وكان عندي اللي شفته في الاول اللي كان في البرطمان ده كان شوربه. عاده لما بعمل لحمه او فراخ او كده ويفيض عندي شوربه، يعني بحاول الشوربه بتاعتي تكون حلوه، يعني دسمه كده. الشوربه الحلوه دي مش برميها، او لا، ده انا بعينها في الفريزر استغلها في وصفات تانية. يعني ممكن تستغليها زي انا طلعتها بقى، عملناها مع الاكل، جنب الاكل شوربه كده وعصرنا عليها ليمون كانها معموله دلوقتي. والله كانت تحفه يا بنات. وبس، والحمد لله غدا اقتصادي لذيذ مفيد مغذي. جربوها وقولوا لي. يعني احنا بنمشي نفسنا كده، ويعني احلى حاجه في الدنيا طبعا الرضا. كنت هقول لكم ازاي اتغلبت على التسويف. التسويف يا بنات اتغلبت عليه ان انا في خدعه او حيله نفسيه بنعملها اسمها ال10 دقايق. فاهمه؟ اللي هو مثلا انا قاعده اهو، مودي وحش، او مثلا الدنيا حواليا مش مظبطه ومحتاجه مجهود كبير، وعقلي بقى بيقول انا لسه هقوم، لسه هعمل، ده الشغلانه دي هتاخد ساعه، ده الشغلانه دي هتاخد ساعتين. في حاجه اسمها 10 دقايق، اللي هو طيب، طب انا هقوم 10 دقايق اروق كده حواليا بس. طب انا هقوم 10 دقايق اغسل الطبقين دهم بس. طب انا هقوم 10 دقايق الم الغسيل كده واطبقه كده على السريع. 10 دقايق انت كده بتدي لنفسك. اول ما بتبتدي اصلا في الشغل ال10 دقايق دول، خلاص بقى انت دخلت في مود الشغل. هتلاقي خلصت ال10 دقايق، لا ده اما اعمل دي بقى، انت خلاص قمتي واكتسبتي الحماس بتاعك. فاسمها خدعة ال10 دقايق. دي بتخليكي تتخلصي من التسويف، وهي خدعة مفيدة جدا جدا. لو وصلت لحد هنا قولوا لي احنا وصلنا للتركية اللي انت قلت عليها، واللي هي ازاي نتخلص من التسويف بخدعة ال10 دقايق. واكتبوا لي تعليق حلو زيكم، حطوا لايك، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.